يعني حاصل على 300 شهاده وما كاس مجلس التعاون. لا والله انا بقول لك انت فكرت في شيء والله ما حد فكر. وفقد القدر والله انا اذكر في ناس كانوا يضحكون واقول لهم يا جماعه اصبروا. سياحه مجانيه في ناس تبي تشوف هذه الاشياء. طول العمر سياحه مجانيه. يعني مع العالم سياحيه طال عمرك. اي لكن لا بد انك عدد زوار 70,000 زائر في السنه. بس انا اقول انك لو سويت مثل القوافل بالنسبه للسواح الاجانب. نعم يرتب مع البنادق طول العمر. هذه حتى اللي تفيد مزرعتك تقوم مزرعتك شوي يعني. نعم. الحين في العيد الله يسلمك ايام الاعياد الاجانب هذه مناسبات لا والزين انه موجود ويشرح لان الحين اكثرهم راعي ولا بخاف ما هو موجود. يا واحد اجنبيه ونجاح التجربه هذه تشجع الاخرين يسوونها. طول العمر. ان شاء الله انا قلت ان شاء الله مع على الرجال وتكرمنا بزيارتك وهاي المنطقه كلها بركات الله وبركاته. نعم ولنا الشرف حضورك. الله يطول عمرك. نعم ونزورنا 3 مرات هنيه وحنا نبي تزورنا مرة رابعة. الله يطول عمرك. ماني عندنا. هذا في المحمية لا مسوي مكان في المحمية. لا طول عمرك. قد انا في المحمية. لا انت عندنا وتفرج. نعم. الله يطول عمرك. طال عمرك زارونا احد الضيوف الاجانب جزاهم الله خير وعن طريق جنه قطر وقالوا انتم قريه صغيره وليش ما رحتوا فوق وكذا وكل ما عرفت هذا احنا ما شاء الله عندنا اصحاب الترخيص اكثر من 7 8 اشخاص من اصحاب الترخيص الموجودين سواء خوات او شو اسمه ومتعلمين ما شاء الله وشاف كلهم ما شاء الله متعلمين. قال كيف انتم بدوا يعني او برا تعلموا طول العمر وسمو الامير والقياده العامه ما خلت حد كلهم يعني ركزت على التعليم والتنميه البشريه هي المقام الاول في اي عمل. والله شوف اهل القرى اذا يبقون في اماكنهم افضل لهم وافضل حتى الاستثمارات. انا شهاده بعطيك معلومه طول العمر. بعضهم اول كان يتفاوض من الشمال للدوحه ياخذ له وقت. واذا تذكرون انتم صغار ما تذكرون بس الشبان اكيد يذكرون السيارات البيجوات اللي تمشي بالطوابير الفرنسيه توقف في السوق وذي. الان قضيه الطرق السريعه القطارات يا اخي وانت في مكانك في الشمال ولا في الجنوب عقب ربع ساعه بتكون في الدوحه. انا شهاده حق اول ما قال لي الابن بالخريب شيء قال لي ما تطلع من الخريب لان اخوانك قال على طول العمر ابا عن جد. معذره كلهم ابا عن جد ما راح. لا انا اقول لك